هنتكلم في المشروع اللي انا اتكلمت عليه. المشروع بتاع انشاء نهر صناعي لانشاء كومباوند سياحي وتغذية الصحراء الغربية، منتجعات سياحية، وإنشاء نهر صناعي، وإنشاء 20 مليون فدان في الصحراء الغربية. طبعا هديكم ملخص بسيط كده عن الحسبة، عن ازاي هنوزع الأراضي ديت وازاي هيتم توزيعها. ده ملخص بسيط بس يعني ديك الصورة الشفافة. يعني طبعا عندنا 20 مليون، لما نيجي نقسمهم على 5 فدان، تمام، هيدينا كام؟ 4 مليون مواطن. المفروض ان دولت هيتملك، كل شاب فيهم هيتملك 5 فدان. فالشاب دوت المفروض ان هو يتملك 5 فدان وهيعمل أسرة مع نفسه. كده انا وفرت فرص عمل ل5 مليون شاب مع تملك أراضي وبراتب مثلا، وليكن وانا بتكلم دلوقتي اللي هو التاريخ مثلا، نحسبها بالدولار. نحسبها بالدولار. هو المواطن دلوقتي بياخد 100 متوسط الدخل، يعني 170، هنقول 170 دولار. انا بقى هطلب له في الشهر 500 دولار شهريا، تمام، وهصرف له ال 500 دولار دولت مصروف شهري مثلا، وتكلفة استصلاح الأرض هتتصرف له على حسب الخطوات اللي بناخدها والاستصلاح. أما بالنسبة للمنتج بتاع الأرض فهو هيتباع بالكامل من خلال المنافذ بتاعة التواصل بتاعة التجار والوسايط والثلاجات والكلام اللي الحكومة بتنظمه ده. فأنت المبلغ اللي هيطلع منه هيتاخد منه 10% اللي هي الضرايب العادية اللي بتتاخد من أي مواطن، يعني كما يقال. يعني أنا لسه متأكدتش من الموضوع ده، بس هما اللي هيحصل يعني إن الحكومة هتاخد 10%، عشان أنت بس في المشروع دوت محسوب كده. الحكومة هتاخد 10%، تمام، هيتبقى 90%. أنت ليك منهم المرتب ال500 دولار، والباقي هيكون القسط بتاع استصلاح الأرض وتملكها من الحكومة. طبعا تحديد سعر الأرض دوت هيتم الاتفاق عليه على حسب المعايير بتاعة المكان والكلام. بس أنا أتوقع، يعني توقعاتي الأولية كده، إن الفدان ال5 فدان هناك يعني هيبقى سعرهم ثابت للشاب، يعني هيكون بسعر كويس كمان. دي حاجة. يبقى أنا كده عملت، سحبت من سوق العمالة في مصر ما يقرب من 10 مليون موظف أو شاب. هنقول 10 مليون شاب، لأن ال4 مليون شاب اللي هياخدوا الأراضي هيتجوزوا، يبقى في مثلا نقول 4 زيهم، يبقى 8، وفي 2 مليون هروحوا اللي هم بتوع الحراتة والأرض والتشطيبات والكلام دوت اللي هو بتاع التجهيز يعني. فكده أنا سحبت في المكان ده 10 مليون شاب. طب هما هينشئوا المشروع ده في قد ايه؟ المشروع دوت مثلا أنا أتوقعه اللي هو ما ياخدش أكتر من 4 سنين. ليه؟ انت عندك الطريق بتمسكه بالكامل في وقت قليل جدا، وبيكون طوله 200 كيلو. يعني طريق اسكندرية انت وصفته، شوف انت وصفته في قد ايه. طريق السويس، الطرق الجديدة اللي انت عملتها والكلام دوت. فانت بالنسبة لك ده نهر، يعني يعني حيطان خرسانة وبعد كده عزل عشان المية تمشي فيها. ماشي كده، احنا قلنا سحبنا 10 مليون شاب وحددنا لهم راتب على 500 دولار. يعني ضعفنا المتوسط الدخل بتاع المواطن من 170 وفعلنا 500. زاد كام؟ زاد 330 دولار. فأصبح إن سوق العمالة أصبح فيه فجوة من القوى العاملة اللي موجودة. فجوة كام؟ 10 مليون شاب. في عندنا منتجعات سياحية ظهرت في مكان سياحي
بسبب إنشاء النهر، فسحب ما يقرب من 200,000 موظف ومرشد ومراكب هتشتغل سياحة في المنطقة دي. يبقى احنا كده برضو ايه، سحبنا في المنتجع والناس دي والإنشاءات، سحبنا برضو ناس كتير جدا واديناهم راتب محترم. تمام. طبعا الإنشاءات بيتعامل بمرتبات تانية ليه؟ لأنه بيبقى ضعف المجهود العمل. يعني 500 دولار دولت، أنا أتوقع مثلا إن في مصر الفترة الجاية مش هينفع ال 500 دولار. المعمار يعني هيوصل لل 800 دولار، ممكن يقفل على 1000 دولار. فإنشاء النهر دوت أنا كده حققت وظايف بقى مستمرة، حوالي 200,000 شاب اشتغلوا في المنتجعات السياحية دي، ومرشدين سياحيين وناس على مستويات دراسية مختلفة. طيب ايه تاني عندي قبل بقى في بداية إنشاء النهر؟ أنا عملت محطة طاقة كهربائية اشتغل فيها ناس، وزودت الطاقة الكهربائية بتاعت المكان، وشغلت الخط ده كمان. حاجة كمان بقى، السوق بقى كده اتظبط، بقى عندي سياحة، بقى عندي أراضي زراعية، بقى عندي 10% على كام؟ على 20 مليون فدان، اللي هما يساوي كام؟ يساوي 2 مليون فدان زراعي. المفروض بقى اللي انت هتاخد من الشباب دولت اللي انت كمان شغلتهم، بتاخد 2 مليون فدان زراعي. فانت كده بقى عندك مكسب صافي بدون ما تصرف ولا جنيه كحكومة. خدت 2 مليون فدان صافي ضرايب من الشباب وملكتها، وفتحت سوق زراعي عالمي يغطي دول، واستفدت من كل الجوانب دي. الجوانب بتاعت المشروع. تمام. والمشروع إنشاء نهر من جنوب دهشور إلى الصحراء الغربية.